السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حابة الاول اعرفكم بنفسي. انا شمس، وان شاء الله هنعمل مع بعض اكلات، وصفات اكل سهلة وبسيطة، وموجودة في كل بيت مصري. اول حاجة هنعمل صينية بطاطس في الفرن باللحمة ورز بشعرية. معانا صينية، هنضيف البصل زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وبعدين هنحط التوابل. انا حطيت ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، وهنقلب كويس. وبعدين هنضيف البطاطس، وهنقلب البطاطس كويس مع البصل. وبعدين هنضيف شوية توم، فصين 3 كده توم، ونقلبهم مع كل دول. وبعدين الطماطم ضربنا في الخلاط، وهنقلب مع بعض كده. آه انا مقطعه فلفل اخضر، هنضيفه شويه زيت، سمنه، هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. وهنضيف اللحمه بقى. انا حطيت اللحمه تاخد سوا شويه مع نفسها، علشان البطاطس بتطيب بسرعه. يعني اللحمه نص سوا كده، وهندخلها الفرن. انا سخنت الفرن الاول شويه، هنشغل الفرن على درجه حراره 180. يلا بقى نعمل الرز مع بعض. شويه زيت، حته سمنه، هنحط الشعريه ونقلب لحد ما تحمر. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وكومنت. انا حمرت الشعريه، انا بحبها اللون ده. طبعا زي ما انتوا حابين، عايزين تحمروها اكتر ماشي، عايزين تقللوا التحمير ماشي. غسلت الرز وصفيته، ونزلت بيه على الشعريه، وهقلب بقى لحد ما الميه تختفي منه خالص، علشان انا بحبه مفلفل. هننزل بالشوربه، شوربه اللحمه. في ناس بتحب تعمله بميه، براحتكم طبعا. بس انا عندي شوربه لحمه فعملت بيها. وهقلب وهسيبه يستوي، وهو هدي النار عليه اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص يعني هو قرب. هنا بقى استوى خالص ومفلفل جدا ما شاء الله. شايفين صينية البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، وادي الرز مفلفل خالص ما شاء الله. انا مش حابة اطول عليكم الفيديو، فكنت بقطع وبرجع تاني.
يا رب يكون عجبكم الفيديو. طبعا ما تنسونوش بلايك وكومنت لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات تانية. ده شكل الرز واللحمة والبطاطس.